في حد كان سألني عايز يعرف ازاي يتم الزواج من ألمانية عن طريق السفارة المصرية في القاهرة. وكتب شوية حاجات كده، مش لازم طبعا ان انا اظهر كل الحاجة او آه، كل الكلام اللي اتقال على الشاشة. وده لان الناس طبعا بتكتب لي على البرايفت على المسج. طالما بيكتبوا لي خاص فمش هعرف ان انا او ما ينفعش ان انا اظهر كل حاجة. ولكن هو في العموم هو كان متابع مع محامية، والمحامية تقريبا ضحكت عليه في فلوس. وده حاجة بسمعها كتير. ودلوقتي هو عايز يعرف ازاي يكمل اجراءات الزواج بتاعته عن طريق، وتبقى زواج رسمي عن طريق السفارة الألمانية. الكلام ده او الموضوع ده يعني ليه جوانب كتير. اولا انا مش متجوز من امبارح او من الشهر اللي فات او من السنة اللي فاتت، انا متجوز من كام سنة فاتوا. فالمستندات المطلوبة والتوقيت بيختلف. بالإضافة إن كمان الولايات هنا احنا عندنا حوالي 16 ولاية في ألمانيا، معناها إن كل ولاية ليها قوانينها وليها المستندات المطلوبة في حالة الزواج. بالإضافة كمان إن كل واحد في مصر عايز يتزوج من ألمانية بتبقى ظروفه مختلفة عن التاني. فاللي أنا عايز أقوله إن أفضل حاجة وأفضل رد على الكلام أو على السؤال اللي أنت قلته هيبقى كالتالي. من ناحيتك انت تروح السفارة الألمانية وتسأل عن كل المستندات المطلوبة منك عشان يتم الزواج من ألمانيا. ومن ناحيتها هي تروح للشتاندس أمت اللي هو مكتب توثيق الزواج برضو في حالة الزواج هناك في المدينة بتاعتها، وتسأل أو تاخد ورقة بالمستندات المطلوبة منها من ناحيتها والمستندات المطلوبة منك من مصر. حاجة تانية، كل المستندات اللي هتبقى مطلوبة منك في مصر لازم ما ننساش الحتة دي يا جماعة، لازم كلها يتم ترجمتها ترجمة للغة الألمانية من مترجمين موثقين من السفارة الألمانية في القاهرة. وبعد الترجمة يتم توثيقها من السفارة الألمانية في القاهرة ووزارة الخارجية المصرية قبل ما يتم تقديم المستندات لأي جهة حكومية. تمام. ومن ناحيتها هي طبعا كل المستندات من ناحيتها بتبقى برضو مترجمة للعربية. في الحالة بتاعتي معرفش في الحالة بتاعتكو او في الوقت ده هتبقى عاملة ازاي، بس ده اللي اتطلب مني في الوقت اللي انا اتجوزت فيه. شيء مهم جدا، لو في اي حاجة عايز تسأل عنها ولسه مش واضحة في طريق الزواج، ممكن تتواصل مع السفارة مباشرة او تدخل على الويب سايت بتاعتهم، وهتلاقي تقريبا على كل مشكلة او كل نوع من الاسئلة في اجابات. وفي دايما مستند او لستة بالمترجمين المعتمدين، وفي نفس الوقت بيقول لك ممكن توثق فين وايه اللي مطلوب والتكاليف كمان بتاعت كل مستند على حدة. الكلام ده انا قلته قبل كده بس بقوله تاني المرة التانية. اتمنى ان انا اكون رديت على سؤالك. فلو انت متابعني اكيد هتعرف ان انا رديت عليك، وهتسمع الفيديو او هتشوف الفيديو، ممكن تعمله شير لاي حد برضو ممكن يستفاد. ولو انت مش متابعني لسه فممكن تتابعني على اي منصة. كل الفيديوهات هتبقى موجودة على اليوتيوب وعلى التيك توك والانستجرام والفيسبوك كمان. فلو انت مش متابعني فاكيد الرد بتاعي مش هيوصل لك، ودي مش هقدر اغيرها بصراحة بقى، دي حاجة بترجع لكم انتوا. لو في اي سؤال تاني ممكن تكتبولي في التعليقات وارد عليه في الفيديو الجاي.